بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا أحلى متابعين في الدنيا من جميع أنحاء العالم؟ أنا قاعدة كده لا بيا ولا عليا، عمالة أفكر هعمل ايه للأكل هعمل ايه للأكل. قلت طب ما أنا ايه أعمل بانيه الغلابة يا ولاد. طب ما أنا عندي العيال عمالين يقولوا عايزين بانيه عايزين بانيه، قلت أما أعمل لهم بانيه الغلابة. بصراحة بيطلع جميل. هنعمله مع بعض دلوقتي. وقلت كان عندي كده بدنجانية حلوة كده مش لاقيه لها حتة احطها فيها، قلت خلاص اما اشويها بالمرة. ولعت عين البوتاجاز وحطيتها وعلقت على حلة فيها مية بتغلي يا ولاد، عشان خاطر ايه اسلق بقى الايه البانيه بتاعنا. كل واحد على قد حاله، اللي عنده بانيه حقيقي ياكله واللي عنده بانيه من التاني ياكله. ان شاء الله نعمله مع بعض وهيعجبكم. خليكم معايا. هنا يا ولاد المية بدأت تغلي معانا زي ما انتوا شايفين. قلت احط لها بقى ايه معلقة كمون عشان خاطر تعوش الايه الانتفاخات بتاعة البانيه بتاعنا. ونجيب البانيه بتاعنا ونحطه في المية اول ما المية تغلي على طول. ان شاء الله هينول اعجابكم، لانه سهل جدا وما بياخدش اي وقت خالص في عمايله بالطريقه دي. وما بيشربش ولا نقطة زيت، لان فيه مكون كده هنحطه عليه مش هيخليه يشرب ولا نقطة زيت. انت يا ستي لما انت بتجيبيها زي ما انت شايفة بالشكل ده، انا بجيبها يا بنات هحطها سليمة زي ما هي ما بقطعهاش. وشوفي طريقتي اهي، ما بقطعش فصوص. التقطيع يكون بعد كده ان شاء الله. دلوقتي نحط بالشكل ده اللي انت شفتوه، ونسيبها تاخد وتدي بقى مع نفسها كده لما تتسلق. تمام. وادي كرنبتنا استوت معانا 3/4 سوا، ما بنهرهاش قوي. وبنشيلها من الرصة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطبيعي انا مش بعمل حاجة من وراكم. نحطها في الطبق كده ماشي. وهنا بدنجانتنا استوت معانا، واول ما نطلعها من على البوتاجاز نحطها في ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه؟ لان شويه الميه ده هم اللي بتحطها فيهم بتفصل القشر عن اللحم بتاع البدنجان، وبتطلعه ايه تمام التمام بسهوله، ما يطلعش فيه اي بدنجان خالص في القشر. دقيقه واحده كده ولا 2 وتروح شايلها، ما تطوليش. هو يا ولاد قشرنا البدنجان اهي. شفتوا ده اللي انا بتكلم فيه، لما بتحطيها في شويه ميه بتطلع بايه بجلدها كده زي ما هي، ما بتنسلخش باللحم بتاعها. تطلع حلوه كده وتفتح النفس. بصي بقى دلوقتي هنعمل ايه التتبيله بتاعت الايه البانيه بتاعنا. هنجيب توم يا بنات مفروم نحطه، بس مش هنحط الكميه دي كلها طبعا عشان الباذنجان نخليه. تمام. وقرن فلفل حامي، عايزه تحطي بارد حطي انت وكيف، برضو مش هنحط الكميه كلها عشان ما يبقاش حامي اوي. اهو في الخلاط. ونجيب بقدونس هنقطعه ولا نحطه سليم؟ لا هنقطعه عشان ايه سكاكين الخلاط ما تبص. تمام. خليكم معايا اقطعه وارجع لكم تاني. قطعناه يا بنات. هنحط بقى ايه معاه بيضتين 2. عايزه تعملي ببيضه واحده ماشي، عايزه تعملي ب3 ماشي. ادي واحده. وادي يا حبيبه قلبي ماما انت وهي التانية. تمام. وادي معلقه كركم حلوه كده عشان ايه تعزز معانا اللون الحلو بتاع الايه البانيه. وادي شويه دقيق. تمام. مش هنحط الكميه كلها، هنشوف هنحتاج قد ايه الاول. ماشي. وادي بقى السر بقى اللي هيخلي البانيه بتاعنا مقرمش وجميل وما يشربش زيت نهائيا. النشا يا بنات، النشا. حط نشا في التتبيله بتاعته وشوفيها شكلها هيطلع شكلها ايه. هيطلع شكلها تحفه، مقرمش وذهبيه ومش شاربه ولا نقطه زيت.
جربيه وقوليلي ايه رأيك. تمام. باقي حاجة واحدة اللي هو ايه، كوباية مية. وادي كوباية المية، لو احتاج مية كمان حط. ظبطي التتبيلة بتاعتك وتفرميها في الخلاط كويس لحد القوام اللي انت عايزاه، وبعد كده ايه اشتغلي بيه. هنشوف دلوقتي مع بعض. وهنحط كمان مع بعض معلقة كمون والملح بتاعنا. حطينا الملح بتاعنا وظبطنا حده. فاضل كمان حاجة، عندك كربونات وماشي، ما عندكيش انا هحط شوية بيكنج باودر عشان ما عنديش كربونات، عشان يطلع كده ايه نافش كده وجميل كده. كل التتبيله بتاعتنا تمام التمام اهي زي ما انتوا شايفين. معانا الحله اهي اللي كنا سالقين فيها، مسكناها غسلناها ونضفناها وجبناها تاني. هننزل بالخليط اللي احنا عاملينه فيها، كل كميه الخليط. تمام. نقلب الايه البيكنج باودر بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها تحفه تحفه. تعالي بقى للكرنبيطه بتاعتنا الاستاذه اللي قاعده مستنيانا دي. مش هنفصص بالسكينه بتاعتك وكده. شوف انا بعمل ازاي كده. حابه تخشنيه ماشي، حابه تنعميه براحتك انت ومزاجك يا حبيبه قلبي. كل واحد بياكل على هواه وزي ما هو عاوز بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده اهي. تمام يا حلوه انت وهي اهي. وهكمل الكميه كلها وارجع لكم. بصي الكميه كلها، اصغر حته واكبر حته كلها شبه بعضها اهي. ده كركم يا بنات من اللي كان على القطاع، انا كنت حاطه المعلقه بالكركم على القطاع اهي. شفتي؟ وادي الراس بتاعتنا طالعه بالشكل ده. هنشيل الكميه بتاعتنا دي بقى ان شاء الله، نحطها كلها في قلب الخليط بالشكل اللي انت شايفاه ده. هننزله بالقطاع، انا عشان بصور نفسي بنزل شويه بشويه. انت بقى ايه شيلي كده بايديك الاتنين ونزلي يا شطوره. تمام. والله يا بنات احلى من البنات دكت، هيعجبكم قوي ان شاء الله، هينول اعجابكم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي معايا في القناه، تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، تحطي اللايك. تمام يا حلوه. وصفتي بقى انا النهارده هتطلع ايه باذن الله جميله جدا، وهتعتمديها على طول مش هتغيريها. حتى انا كل الكميه، انا على فكره يعني ايه بعمل بالراحه عشان خاطر ايه تشوفوا خطوه بخطوه، مش تقولوا ان انا بعمل حاجه تانية من وراكم اهو على الطبيعه. هنقلب بقى مع بعض كل الكميه مع الخليط اللي احنا ايه عاملينه. هذه الكميه بتاعتنا نقلبها كلها بالشكل ده. لحد ما تتجانس كلها مع بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده اهي. شوفي تجانسة بقى مع بعضها كلها
كلها. وهنيجي بقى دلوقتي نحط الزيت على النار يسخن معانا ونشوف هنقليه ازاي. يا بنات انا لقيت التتبيله خفيفه شويه اللي انا عملتها للكرنبيط، فحطيت معلقتين دقيق كمان، وهقلبها كويس مع بعض برضو لحد ما تمتزج تاني مع بعضها وتصبح ايه مناسبه للقلي. هنا يا بنات الزيت سخن معانا، انا بقلي في برام كده، معرفش انتوا بتقولوا بقى في طاسه ولا في ايه براحتكم. هناخد كده بالمعلقه زي ما احنا شايفين وننزل في الزيت كده بالشكل ده. ما نقص ايدنا خالص، معلش اصل الزيت حامي شويه عشان كده ايه بيفرش. نفس الشكل اللي بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي. تمام، شويه كده بقى ونقلبه على الجهه التانية ونشوف النتيجه معانا. تعالوا شوفوا البانيه بتاعنا احمر اهو يا بنات. هنقلبه على الجهه التانية، شايفين اهو متماسك وما شاء الله عليه، ولا عصت ايدي ولا اتبهدلت ايدي ولا انا اتبهدلت، كله بالمعلقه. تمام. هنا يا بنات هنطلع بقى الايه البانيه بتاعنا استوى اهو. ونحط غيره كمان مره قدامكم برضه، نقلبه بالشكل ده وبالمعلقه. شفتي عامل ازاي؟ كل مره بنفس الطريقه لحد ما تخلصي الكميه كلها. وادي الكرنبيط بتاعنا اللي هو البانيه. ادي البانيه بتاعنا يا بنات اهو، سامعه صوته؟ سامعه؟ ناشف ناشف خالص، مفهوش زيت، كريسبي اهو. سامعه القرمشه؟ ها سامعه؟ سمعت القرمشه؟ كله على هذا الوضع اهو. هتقولي ان انا بنقي حته معينه يعني اهو. خطير، جربيه وان شاء الله تعتمدي الطريقه دي على طول، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. هنا يا بنات هنطلع بقى البانيه بتاعنا الجميل ده، بانيه الغلابه الجميل اللي انا قلتلكوا عليه ده. سامعين القرمشه؟ ولا نقطه زيت يشرب. هنكمل كل الكميه ونوريكم ايه الشكل النهائي مع بعض. يا بنات الشكل النهائي بتاعنا بتاع البانيه بتاعنا تحفه اهو، ما شاء الله، عسل حاجه كده. سامعين قرمشه فظيعه، بالهنا والشفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.